دوزت 25 سنه في هذه المؤسسه، يعني زعما هاد الساكنه هذه اللي عشنا معاهم وما شفنا منهم غير الخير. كانت علاقات اجتماعيه فيها حاجه زوينه وحاجه خايبه وحاجه هذا، ولكن الحقيقه اليوم هذه المحنه اللي مروا منها النزلاء ديال البلديه ديال عين الشوق، اليوم كنشوفوا بانه الساكنه والساكنه المحليه ديال عين الشوق ضامنات واحد الجديه كبيره مع النزلاء، الشيء اللي خلاهم انهم يبقاو صامدين، وغادي نبقاو صامدين في القضيه ديالنا حتى تحقيق هذه القضيه هذه. اليوم غادي نقولوا واحد البيان، بيان حقيقه. علاش؟ لانه تروج على الملف ديال الخيريه مجموعه من الاكاذيب ومجموعه من الاقاويل ليس لها من الحقيقه الا الوهم. اذا الحوايج اللي غادي غنبداوها من الزياره الملكيه. من الزياره الملكيه، بعد الزياره الملكيه اللي صارت ضجه وعرفوها الناس، يعني في المغرب كامل كلشي عرف الزياره الملكيه، راه جا سيدنا لهذه المؤسسه هذه. من بعد الزياره ومن بعد التلافي ديال البنايات والمؤسسه ديال الخيريه، يعني اللي وقف عليها وشافها صاحب الجلاله بالعين ديالو، اعطى التعليمات ديالو باش يتم متابعه ومحاسبه المتورطين في فساد هذه المؤسسه هذه اللي هي اكبر مؤسسه في المغرب واقدم مؤسسه في المغرب واللي هي معلمه تاريخيه. في الوقت اللي اعطى التعليمات ديالو بالمحاسبه والمتابعه، اعطى ايضا تعليمات بادماج النزلاء، الشيء اللي كنشوفوه انه اليوم في هذا الشيء اللي وقع انه كيخالف التعليمات الملكيه، مخالف للتعليمات الملكيه اللي امر باعطاء وادماج النزلاء ديال الخيريه. وعاد ديك الساعه نشوفوا المصير ديال هذه المؤسسه ونتكلموا عليه، لانه حنا ضياع هاد النزلاء هادو وفي ضياع الناس، يعني ضياع في الوقت اللي كنتكلموا فيه على التنميه البشريه، كنتكلموا فيه على عهد جديد في المغرب. فاين هذا الشيء من هذا الشيء اللي كنشوفوا فيه دابا، هذا الشريد وهذا؟ اذا بعد الزياره الملكيه دارت واحد الخبره وواحد الدراسه لهذه المؤسسه، اثبتت بان المؤسسه لا زالت صالحه للايواء وصالحه للسكن وايواء المشردين والمتخلى عنهم من ابناء هذا المجتمع هذا. فاذا به من بعد الدراسه تم اعتماد مجموعه ومبالغ ماليه كبيره اللي حط فيها الاندياش، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، بالاضافه الى التعاون الوطني، بالاضافه الى المجلس الجماعي لمدينه الدار البيضاء، بالاضافه الى الوزاره الوصيه لوزاره التضامن والاسره. هادو حطوا مبالغ ماليه مهمه من اجل ترميم البنايات واصلاحها. فاذا به في 2007 كتوقف الاصلاحات، وكنشوفوا بانه كاين امر اخر، هو انه غادي في 2013 غادي نسمعوا بانه كاين تقرير ديال خبره جديده اللي كيقول بانه هذه البنايات اصبحت هائله السقوط. السؤال اللي كنتسائلو، فين مشات المبالغ الماليه اللي استرفات ديال الاصلاح؟ فين مشات؟ واش مبالغ ماليه بروتوكول اللي وقعوا عليه الناس محاربه من اجل محاربه الهشاشه اللي وقعت عليه الجمعيه اللي الرئيس ديالها هو فاضل السقاف وقع بيدو امام صاحب الجلاله؟ فين هي المبالغ اللي استرفات؟ اذا حنا امام نهب المال العام، فلوس ديال الشعب، فلوس ديال الدوله، فلوس خاص يستافدوا منها هاد الناس كاملين. اذا حنا كنشوفوا من بعد استمر المسلسل الى حين كنشوفوا بانه في 2015 منتصف ديال سنه 2015 دعوه
مرفوعه ضد النزلاء الخيريه من اجل شنو؟ من اجل ماذا؟ من اجل نقيلهم من هذه البنايه الى بنايه اخرى فقط. فاذا به كنشوفوا المحكمه كتحكم بواحد القرار اللي ما تطلبش منها. يا يتيم يا يتيم زاد الله يا يتيم يا يتيم يا يتيم زاد الله يا يتيم زاد الله يا يتيم يا يتيم يا يتيم يا يتيم زاد الله يا يتيم